ازيكم يا صحابي الحلوين؟ عاملين ايه؟ يا ترى فاكرين لما حكيت لكم حكاية يوحنا ابن زكريا الكاهن وأليصابات؟ طيب اللي مش فاكر الحكاية هيلاقيها ظهرت دلوقتي في حرف الآي اللي فوق. النهاردة بقى هكمل لكم حكاية يوحنا، والحكاية دي هنلاقيها في الكتاب المقدس في إنجيل متى في الإصحاح الثالث. زكريا الكاهن وأليصابات ربوا ابنهم يوحنا تربية حلوة خالص، وعلموه إنه يحب ربنا ويسمع كلامه. ومن وهو صغير لغاية لما كبر كان دايما بيصلي ويصوم، وكمان كان بيلبس لبس بسيط خالص. يعني يوحنا كانت كل حياته عايش مع ربنا، وعلشان كده ناس كتير كانت بتحبه وبتحب تسمع كلامه، لأن يوحنا كان دايما بيقول لكل الناس إنهم لازم يكونوا حلوين ويسمعوا كلام ربنا، واللي منهم بيعمل حاجات وحشة لازم يبطلها ويتوب عنها. وكان اللي بيسمع كلام يوحنا ويبطل الحاجات الوحشة اللي بيعملها كان بيروح عند يوحنا عند نهر الأردن علشان يتعمد في مية نهر الأردن. وفي يوم ويوحنا بيعمد الناس في نهر الأردن لقى ربنا يسوع واقف وسط الناس، وجه ونزل في مية نهر الأردن علشان يوحنا يعمده. لكن يوحنا أول لما شاف ربنا يسوع في المية وعايز يتعمد مرضيش يعمده، وقال له لأ، ما ينفعش يا رب، إن أنا اللي عمدك، ده أنا اللي محتاج إنك تعمدني. لكن ربنا يسوع قال ليوحنا لو سمحت يا يوحنا اسمع الكلام وعمدني. فسمع يوحنا كلام ربنا يسوع وغطس ربنا يسوع في مية نهر الأردن. وبعد ما ربنا يسوع اتعمد حصلت حاجة جميلة جدا. عارفين حصل ايه؟ السما يا صحابي اتفتحت، ونزل منها الروح القدس على شكل حمامة، وجت ووقفت عند ربنا يسوع. وكمان في صوت من السما كان بيقول عن ربنا يسوع: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وهي دي يا صحابي الآية اللي هنحفظها مع بعض. يلا نقول مع بعض: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. متى 3:17. يلا نقولها: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. متى 3:17. يلا نقولها آخر مرة على بعض: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. متى 3:17. باي باي يا أصحابي الحلوين.